بيبدأ المسلسل مع أول مشهد في المشرحة مع سلمى بتقول للممرض أو أنا ممكن أشوفه. بيقول لها بلاش يا بنتي المنظر صعب، فهي بتصمم إنها عايزة تشوف الجثة. فالممرض بيكشف عن وشه ومش بتقدر إنها تستحمل تشوف المنظر. فالممرض بيقول لها سيبك معاه دقيقتين وهخرج، فبيسيبها وبيمشي. فهي بتنهار من العياط وتقول له ليه كده يا سيف، ليه سبتني لوحدي؟ وفجأة أم سيف بتخش وبتنهار من العياط وتقول لها انت السبب، انت السبب في اللي حصل لابني، انت السبب في اللي حصل له، انت اللي عملت فيه كده، انت السبب في موته، انت اللي قتلتيه. يجي المشهد اللي بعده بتروح للقسم مع المحامي بتاعها، فالظابط بيستجوبها بيعمل معاها تحقيق عشان اللي حصل. فبيقول ليها انها متهمة بقتل سيف بالتعمد. ايه اقوالك في الكلام ده؟ فهي بتقول له لا، سيف كان جوزي وما اقدرش اعمل معاك كده. فبيسالها هو سيف كان بيشرب اي نوع من المخدرات او اي نوع من الخمره؟ فبترد تقول له اخر فتره كان بيشرب سجاير بس، وحالته كانت وحشه وكانت مش احسن حاجه. فبيسالها سؤال خبيث، بيقول لها طبيعة العلاقة اللي بينكم كانت عاملة ازاي؟ فبتبص للمحامي بتاعها ومش عارفة انها تقول ايه عشان ما تغلطش غلطة قدام الضابط. فالمحامي بيهز راسه وبيقول لها جاوبي. فبيقول ليها عايز اعرف طبيعة العلاقة بينكم كانت عاملة ازاي، اخر فترة كان بيتصرف ازاي، وانك قلتي انه شرب سجاير في اخر فترة بس، مع ان معمل التحليل الجنائي اثبت انه شرب كمية كبيرة جدا من المخدرات في ليلة الحادثة. وبيقول ليها انا عايز اعرف ايه اللي حصل خلاه ينتحر زي ما بتقولي. فبتقول له اخر فترة ما كناش احسن حاجة بسبب انها طالبة الطلاق، فقرروا انهم يقعدوا في فندق. فبيحصل فلاش باك وبنرجع للي حصل. فسيف كان معاه كوباية خمرة وقاعد معاها وقاعد يترجاها ويقول لها فكري في الموضوع، انا مش عايزة اطلقك، فكري في الموضوع ده تاني. فهي ترد عليه وتقول له انا فكرت، بلاش تضغط عليا اكتر من كده. فبترجاها تاني وواضح جدا انه بيحبها ومش عايز يطلقها. بيقول لها نحاول تاني، انت لو سبتني انا هموت. وهي ما بتكونش مصدقه الكلمه دي، بتقرر رفضها تاني. فبياخد الكاس بتاعه وبيخرج بره في البلكونه وهي تخرج وراه. فبتلاقيه بيرمي نفسه من البلكونه. بنرجع تاني لمشهد التحقيق وتعيط وتقول له انا السبب في اللي حصل له، انا اللي عملت فيه كده، وصلته ان خليته ينتحر لاني قررت اني اتطلق. خلص التحقيق واثبت ان سيف مات منتحر وان الاتهام اللي هي متهمه فيه باطل. وبنروح بعد 3 شهور عند موسى لاعب سباحه عنده بطوله دوليه وسط جماهيره. بتبدا المسابقه وسط تشجيع من اهله وبيكسب البطوله. فبيجي مشهد لسلمى وهي مختفيه تحاول ان محدش يشوفها وهي رايحه سجن النساء، السبب مش واضح لحد دلوقتي. بنرجع تاني لموسى بعد ما فاز بالبطوله، وامه الدكتوره عايده بتشجعه وتحضنه وتبارك له على المكسب اللي هو كسبه، انه طلع رقم 1 في البطوله الدوليه. بتقول له هتخرجوا انت وكنزي وعامله لك مفاجاه. فمش بيوافق لان امه عايزه تجوزه البنت دي تكون اسمها كنزي وهو مش موافق. فبنروح لفاطمه، بتبقى كفيفة وعايشة مع بنتها دينا. بتقول ليها انها رايحة لسلمى، بتروح لها وبتلاقيها قاعدة في حالة اكتئاب بسبب اللي حصل لسيف وانه مات منتحر بسببها. بتقول ليها انا جاية عشان افكك واخرجك من المود اللي انت فيه، وهنروح مع بعض عيد ميلاد واحدة صاحبتهم. بتوافق غصب عنها وبتقوم عشان تلبس. وبنرجع تاني المشهد عايدة فجأة وهي طالعة البيت، فجأة بيوقفها واحد اسمه عز. فبتتصدم لما بتشوفه وباين عليها انها كانت تعرفه قبل كده وعلى علاقة بيه وانه مش عايزة حد يشوفهم. فبيقول ليها كويس اني شفتك ومبسوط، ومبسوط اكتر اني شفت موسى. فهي بتقول له اوعى يكون شافك واوعى تكون قلت له حاجه. فعز بيقول لها انا على عهد معاكي ووعدي ليكي ومش هجيب سيره لاي حد. بيقول لها هو موسى هيفضل لحد امتى؟ ما يعرفش انا مين، انا عايز اقعد معاكي ضروري. فبتقول له بكره هكلمك وهقابلك. دينا بتاخد سلمى ويروح عيد الميلاد وبتبقى عايزه تمشي لانها مكتئبه ومش عايزه تروح اي حته. فبيجي مشهد لصاحبتهم لحبيبها وهو بيتقدم ليها وبيقول لها هتتجوزيني. سلمى ما استحملتش وافتكرت ايام زمان لسيف ياما كان بيعمل معاها نفس المشهد، اللي بتسيبهم وبتجري على الحمام وتقعد تعيط لان المشهد ده فكرها بكل حاجه كانت حلوه ليها مع جوزها سيف. وبنروح لعايده وابنها موسى عايشين مع بعض. فبتقول له ليها انها رايحه الشغل وعندها مواعيد مهمه وما يعرفش انها رايحه تقابل عز. بتروح تقابل عز وتقول له ايه الحاجه المهمه اللي انت عاوزني فيها؟ بيقول لها انت عارفه انا عايز ايه؟ هي بتقول له انت بالنسبه لي ميت. بتقول له مش هقول لموسى ومش هخليه يتصدم فيك لانك تاجر مخدرات. فبتروح العياده بتاعتها بيكون عندها مقابله مع مريضه وبيطلع انها سلمى. بتسالها انت اول مره تروحي لطبيب نفسي؟ ترد عليها تقول لها ايوه انا اول مره. بتسالها سبب وجودك هنا ايه؟ تقول لها معرفش، حسيت اني عايزه اتكلم مع حد معرفوش. تقول لها بخاف من اي حاجه ممكن تحصل ليا، بخاف ان انا ابقى لوحدي وما بحبش ابقى لوحدي وعندي عقده نفسيه من ان ابقى لوحدي. وتقول ليها اني كنت متجوزه واحد اسمه سيف ومات وانتحر، وبعد ما مات خفت ان ابقى لوحدي اكتر. فعايده بتقول لها عشان نكمل مظبوط لازم اعرف الحقيقه كامله
واعرف كل التفاصيل. الكلام اللي انت قلتيه ان جوزك انتحر، هل ده الحقيقه كامله ولا في حاجه ناقصه؟ سلمى بترد عليها تقول لها لا، في حاجه ناقصه وجوزي ما انتحرش، انا اللي قتلته. عايده بتقول لسلمى انا حاسه بتأنيب ضميرك، وانك متخيله انك انت السبب في موته، حاسه بالذنب، بس الحقيقه انت مش السبب، انت بس حاسه بكده انه انتحر بسبب انك عايزه تطلقي. فسلمى بتقول ليها هي دي الحقيقه، هو ما انتحرش، انا اللي قتلته وانا اللي زقته من فوق البلكونه. تطلب منها انها تحكي لها التفاصيل كامله وتحكي لها الحقيقه كامله عشان تقدر تساعدها. فسلمى بتقول ليها هو السبب، هو اللي ضحك عليا، قال لي انا عمري ما هسيبك، وانهم كانوا اجمل قصه حب، واننا هنسمي عيالنا سوا وهيفضل جنبي طول عمري، وجاي بعد كل ده يقول لي مش عايز اكمل، وقال لي انه زهق. فالدكتوره بتقول ليها انت ازاي وصلت للمرحله دي؟ اي اتنين بيسيبوا بعض بس مش لدرجه انك تقتليه. سلمى بتقول ليها انه قعد 3 شهور ما يبصش في وشي ومش طايقني، حجزت يوم في فندق عشان نقضيه مع بعض على امل انه هيرجع لي وما يسيبنيش. فبنرجع فلاش باك بنلاقيها هي اللي قاعده بتترجاه وتقول له بلاش تسيبني، مش زي ما قالت في التحقيقات. كانت قايله في التحقيقات ان هو اللي كان بيترجاها، ان هو كان بيتحايل عليها عشان ما يسيبهاش. فبيحصل العكس دلوقتي، وانها كانت بتكذب في التحقيقات والمحضر اتقفل بالكذب، فبتترجاه انه ما يسيبهاش، وهو بيقول ليها خلاص محدش بيموت بالحب. فبتقوم عشان تعمل له الدرينك بتاعه، بتحط له حاجه فيه، فبياخد الدرينك بتاعه وبيخرج بره في البلكونه، وهي بتخرج وراه وبتزقه وبترميه منها. بتقول للدكتوره هو السبب، انا ما كنتش عايز اعمل كده، وبتكتب ليها ادويه مهدئه علشان تمشي عليها. ولان سلمى دكتوره صيدلانيه فاهمه هي كاتبه ايه، الدكتوره كاتبه لها دواء للمجانين وبتقول لها ان انا مش مجنونه. فعايده بتقول لها اشوفك بعد اسبوع. وهي خارجه من عند الدكتوره مروحه بيقابلها شاب بالعربيه بتاعته، بيعكسها وبيقول ليها تعالي اركبي معايا انا هنسيك الماضي. تبتسم له على اساس انها مستجيبه، بس في الحقيقه هي مش عايزه كده، بتتضايق جدا وبتروح تكسر العربيه بتاعته. الدكتور عايده بتحكي للدكتور الاكبر منها ورئيسها عن حاله سلمى، وان هي قالت لجوزها عن حاله سلمى، وان هي قتلت جوزها عشان كان عايز يسيبها. فالدكتور بيقول لها الحالات دي عدت علينا كتير، ان ممكن واحده تقتل جوزها عشان مش بيحبها، او واحده تقتل جوزها عشان مش مهتم بيها، او واحده تقتل حبيبها عشان برضه سايبها وعايز يسيبها ومش مهتم بيها. الحالات دي مرت علينا كتير، فلازم تبلغي النيابه، وانا اعرف وكيل نيابه كويس هيديكي تصريح انك تسجلي للمرضى. فعز بيقابل موسى في النادي بيقول له اعرفك من وانت صغير، انت لسه مولود. فسلمى بتقابل ابن الست اللي شغال عندها جاي يبلغ امه ان فرحه قرب عشان هما الاثنين يحضروا، فبتديله فلوس وبتبارك له على الفرح. موسى بيقول له امه الدكتور عايده انه قابل واحد في النادي يعرفني ويعرف ابويا الله يرحمه من ايام ما كنا في اسكندريه، فبيسلم عليكي وبيقول ان هو اسمه عز. والشاب بيبقى مخطوف لانها ما كانتش عايزه تخلي موسى يعرف عز، فبتروح تكلمه وبتقول له انا قلت ليك انك مالكش دعوه بابني تاني ولو ما بعدتش عنه، وبتهدده انها هتبلغ البوليس بسبب الجرائم اللي هو بيعملها، وانه تاجر مخدرات وعامل مشروع سيارات عشان يداري انه تاجر مخدرات. فسلمى بتسهر مع دينا وبتعرفها على واحد اسمه وليد، وبتسيبهم ويقعدوا مع بعض عشان يتعرفوا على بعض. فسلمى بتتضايق جدا وبتكون في حاله اكتئاب، فبتقول لها انا عايزه امشي، فبتسيبهم وتمشي. وبنروح بعد شهرين سلمى بترجع تاني للدكتوره عايده، بتلاحظ عليها انها اتغيرت وانها بقت مبسوطه. بتسالها سبب انبساطك ده ايه، بتقول ليها انت بقيتي احسن. فسلمى بتقول ليها السبب في كده ان حبيت جديد ونسيت كل الماضي ونسيت اني قتلت جوزي. فبتقول ليها اقعدي اجيب حاجتي. فبتروح تجيب الموبايل وتفتح التسجيل عشان تسجل الجلسه، لانها خلاص خدت التصريح انها تسجل للمرضى بتوعها بعد ما رئيسها في الشغل قال لها انك لازم تبلغي النيابه. فبتحط التليفون وعايده بتقول ليها انت لحقتي تحبي بالسرعه دي، انت لسه قاتله جوزي. فسلمى ترجمت على طول انها بتسجل وغيرت اقوالها تماما، فبتقول لها انا ما قتلتش جوزي، جوزي انتحر. فبتقوم تمسك الكشكول بتاع الدكتوره وبتكتب فيه انسي اللي بتفكري فيه، لانها خلاص خدت بالها انها بتسجل وما عادتش تثق فيها تاني. تمسك تليفونها وتمسح التسجيل وتمشي. فعايده بتطبخ في البيت وفجاه بتخرج على صوت ابنها، فجاه بتلاقيه واقف مع سلمى بيقول لها ان دي سلمى وان هي الوحيده اللي هتحقق امنيتك. قصده هنا ان امه عايزه اتجوزه، فهو قال لها ان انا ممكن اتجوزها. مش مصدقه ان موسى اتعرف على سلمى، وبتقول له انا داخله اجهز الاكل. فسلمى بتقول لموسى انا هخش اساعدها، وفشكلها اتضايقت فهي بتخش ليها. فدخلت ليها الدكتور عايده بتقول لها انسي اللي بتفكري فيه. سلمى بترد عليها وتقول لها الحب مش بايدي، انا حبيته اول ما شفته. وتقول لها انها شافته تحت العياده عندك ايام ما كان بيوصلك، وعرفت عنه كل حاجه، وراحت له النادي وراحت له التمرين اكتر من مره عشان تلفت انتباهه، وشدته ناحيتها وخدت رقمه وبدات بينهم علاقه وسافروا سوا مع بعض. وبتقول ليها انهم حبوا بعض في السفر. بتقول ليها انا كنت بفكر اصاحبه علشان استخدمه ضمان انك ما تروحيش تبلغي عني، وبتهددها وبتسيبها وتمشي. عايده تتخانق مع ابنها وتقول له مالكش علاقه بيها تاني، انت ما
تعرفش حاجه، انت ما تعرفش البنت دي بتفكر ازاي، احنا ما نعرفهاش، دي كانت واحده متجوزه قبل كده وجوزها مات وما رضتش انها تقول حقيقتها دلوقتي ان هي قتلت جوزها وجوزها ما ماتش طبيعي، تتضايق منه وبتسيبه وتمشي. فسلمى بتقابل موسى في الكافيه وبتلاقي فجاه داخل عليهم وليد اللي كانت اتعرفت عليه عن طريق صاحبتها دينا. فموسى بيتضايق جدا بسبب اللي حصل، وباين كده انه بدأ يغير عليها، وشكلها كده بدأت تجر رجله ووقعته في حبها، وهتستخدمه انها تقدر تعمل اي حاجه وتضغط على امه عايده علشان ما تروحش تبلغ عنها. فبيروح البيت بيلاقي امه عامله له كمين، جايبه له كنزي انها تجوزها له، وينسى سلمى خالص. بيقول لهم انا هخش البس وجاي. فدخل فتح الجهاز ولعب بلاي ستيشن وكرف لهم خالص. فبيكلم سلمى يحكي لها اللي حصل، ويقول لها ان في بنت اسمها كنزي امي عايزه اتجوزها لي بالعافيه. فسلمى بتكشر شويه كده وبتتضايق وبتقول له اسمها ايه البنت دي. فموسى بيفكر انها بتغير عليه بس ما يعرفش اللي فيها. فدخلت على الاكونت بتاعه وطلعت اسم كنزي منها، وعرفت هي بتتمرن فين، وعرفت اسم الجيم اللي هي بتروحه. فتاني يوم على طول راحت هناك وبتصورها وبتعاين المكان كله وتعرف تفاصيل كل حته هناك، وبتراقب كنزي خطوه بخطوه وهي بتتمرن، وبتهيأ لها اللحظه ان موسى هو اللي بيدربها وبيضحكوا لبعض. فبتتضايق اكتر وبتتعصب اكتر، وبتراقبها خطوه بخطوه وبتمشي وراها في كل حته علشان تعرف هي بتروح فين وبتيجي منين. فرجعت البيت تاني ودخلت الاوضه بتاعتها وبتطلع صندوق غريب وتعمل تركيبه عباره عن ميه نار، لان هي دكتوره صيدلانيه وعارفه كل التفاصيل دي. ترجع تاني الجيم، تستناها وتخش الحمام اللي جنبها وتطلع فوق وترمي عليها المحلول بتاع ميه النار اللي هي عملته وتمشي من المكان.